السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج تراث برنامج حقيقة نافع وجدا رائع. طبعا ما يأخذ مساحة لأنه يبحث في الإنترنت ولا يوجد في المتاجر، وإنما هو رابط تكتب تراث في جوجل ثم يخرج لك الموقع، تضيف هذا الموقع إلى الصفحة الرئيسية عندك في الشاشة عن طريق الإرسال، ثم إضافة إلى الصفحة الرئيسية. هذا في الأبل. وفي الاندرويد فيه الخيارات اللي هو الثلاث، إضافة إلى الشاشة الرئيسية تضيفه. المهم بعد ما تدخل تذهب إلى البحث. إذا ذهبت إلى البحث مثلا تبحث في جميع كتب البرنامج بسرعة، مثلا ببحث عن قلنسوة، المسح عليها مثلا، عدد النتائج 4841 خلال يعني أقل من ثواني، يعني معدودة جدا في جميع الكتب. في عندك خيارات تقلل المساحة عن طريق المحجان. هذا المحجان إذا ضغطت عليه، إما تقول والله ببحث في كتب الفقه الحنبلي، أقول فقه حنبلي تحت، شوف هنا مثلا تبحث فقط في فقه الحنبلي، يأتيك النتائج اللي في الفقه الحنبلي عن قلنسوة 158 نتيجة، 158 نتيجة. شوفها ميزة النتائج، لو تدخل على النتيجة ذي تبي تقرأ، يعني كتاب يجيك من دون حاجة إلى فتح صفحات شو اسمها جنب بعض، وإنما بمجرد ما ترفع يفتح الصفحة اللي بعدها. شوف 13 327، مجرد 13 صفحة 327، ثم تنزل تحت 328 وهكذا. يعني قراءة مريحة جدا. أيضا من الخيارات في هذا المحجان غير القسم، حذفت القسم، أحط مثلا الكتاب، مثلا كتاب الإنصاف مثلا المرداوي، كم يطلع نتيجة؟ طبعا الإنصاف عدة كتب اسمها الإنصاف، بختار الإنصاف في معرفة الراجح والخلاف تحقيق التركي، هذا هو بحطه. طلع لي نتيجتين عن القلنسوة. مثلا أنا أبغى أنا هذه النتيجة، فتحت عليها. من الجميل والرائع في هذا البرنامج إن في كتب مرتبطة بالبي دي إف، علامة أنها تيجي بالزاوية تحت يمين، علامة البي دي إف هذه يعني يمكن أن يضغط عليها، فلما أضغط عليها يوديني للكتاب مباشرة في نفس الصفحة هذه. وهذه ميزة رائعة جدا صراحة، رائعة جدا. لو تلاحظ نفس الصفحة هذه للكتاب المصور بي دي إف القلنسوة، فائد القلاز إلى آخره. فهذا الحقيقة رائع وجميل. وفيه غير ذلك من الخيارات يمكن التعرف عليها، يعني في المحكمة مثلا البحث عن المؤلف، كتب المؤلف، تبحث في كتب مؤلف واحد، مثلا تضغط بن كثير، وين ذكر بن كثير القلنسوة يبحث فقط في كتب بن كثير. لو تشوف هنا عدد النتائج 43 فقط في كتب بن كثير، في مسند الفاروق، في تفسير بن كثير إلى آخره. وفيه أيضا في الوفاة. فالبرنامج سهل وواضح، وبحثه يعني ما يأخذ أقصد مساحة من الجهاز، وهذا ميزة كبيرة فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.